في هذا المساء معنا الشيخ ورجل الاعمال المعروف الاستاذ احمد العبيكان ابو فيصل، مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير، حياك الله، اهلا وسهلا. تهنئه بمناسبه عيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد. احب اهني سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، وسيدي الامير سلطان بن عبد العزيز، وسيدي الامير نايف بن عبد العزيز رعاهم الله، والأسرة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأقول كل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. كما أهني الحكومة السعودية والشعب السعودي على سلامة سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. طيب طال عمرك، كلمة بشأن مسابقة، رأيك بمسابقة شاعر الوطن؟ طبعا مسابقة شاعر الوطن مسابقة وطنية، ونشكر شركة الرياض على رعايتها لمثل هذه المسابقات. أيضا نشكر المدير العام الشيخ جلوي الميزاني وقناة صدى، وأيضا الأخوان القائمين في هذه المسابقات. وفق الله الجميع لكل خير، ونتمنى منهم المزيد والعطاء إن شاء الله لهذه القناة الغالية علينا. طيب ابو فيصل، ممكن تحدثنا عن الطائف وعن المناسبات بمناسبه العيد وعن المشاريع وعن صفتك انت الرجل الداعم في الطائف ومن ابناء الطائف المخلصين، يعني امانه ما هو عشاننا موجودين في المكتب، ولكن الناس والكل يشهد بذلك. اولا الطائف غالي علينا، الطائف مدينه الورد كما اطلق عليها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل. هذه المدينة الغالية علينا مدينة سياحية كبيرة، توجد فيها العديد من المشاريع، عملنا فيها من فضل الله سبحانه وتعالى العديد ومن المشاريع، ومن ضمنها مشاريع كبيرة جدا. زيارة سيدي الملك فهد الملك عبد الله حفظه الله حينما كان ولي العهد لافتتاح سوق العبيكان الأول، أعطانا القوة والدافع للانطلاق في عمل المشاريع في هذه المدينة. تتوالد بعد كذا العديد من المشاريع في الطائف. نحمد الله سبحانه وتعالى، حققنا الكثير وسوف نحقق المزيد في هذه المدينة الغالية علينا. توجد الآن عدة مشاريع كما ترون في مدينة الطائف، مشروع قلب الطائف، مشروع العبيكان سوق النخيل. عندنا عدة مشاريع جيدة بالطائف، عندنا مفاجآت بإذن الله تكون في الطائف وترى النور قريبا إن شاء الله. عندنا مشاريع صحية، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الآن يعني ودعم ولاة أمرنا والمسؤولين ومعالي المحافظ والأخوة في الطائف أعطانا القوة للاستمرارية في العمل في هذه المدينة الغالية علينا، مدينة الورد. طيب كلمة أخيرة لقناة صدى. أحب أن أشكر الشكر الجزيل لكم شخصيا وللقائمين في هذه القناة المميزة، وأتمنى إن شاء الله لكم المزيد والرقي والوقوف في هذه المدينة والرأي يعني والاطلاع على ما نحقق وسوف نحقق في هذه المدينة، وزيارة المواقع التاريخية، المواقع الأثرية في الماء الطائف مدينة الورد. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات طويلة بإذن الله، ويكون لقاءات إن شاء الله جاية في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله. هذا اللقاء العلم اللي كان مرتبط بعدة اشتباهات، ولكن أخذنا بوقته، ولنا لقاء إن شاء الله في مناسبات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.